السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنفسر مع بعض رؤيا القتل في المنام. طبعا رؤيا القتل في المنام من الرؤى المزعجة لكتير من الناس، فالنهاردة ان شاء الله هنعرف التفسير بالظبط. تابعونا. إذا رأيت نفسك أنك تقتل شخص لا تعرفه في المنام، فهذا يعني أنك شخص تسعى وراء السلطة والحكم والحصول على أعلى المناصب، أو إن عندك مشكلة بتسعى لحلها. أما إذا رأيت أنك قتلت شخصا للدفاع عن نفسك، فهذا يعني تبشير بصلاح حال ليك. أما إذا رأيت نفسك تقتل شخص قليل الحيلة وأنك تظلمه بهذا الفعل وأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فهذا يعني لك الهم والنكد. أما إذا رأيت أنك تقتل أباك في المنام، فهذا تبشير بتغيير أحوالك للأفضل، وأن أباك سيكون سبب في هذا التغيير. أما إذا رأيت نفسك في المحكمة بتشهد في قضية قتل، فهذا يدل على قرب موت أحد أفراد أسرتك. أما إذا رأيت أنك أنت الذي قتلت في المنام، فهذا يدل على وجود مشاكل وهم ونكد لديك. طيب، إذا رأت المرأة المتزوجة رؤيا القتل في المنام بصورة متكررة، فهذا يعني لها أنها تخاف من زوجها خوفا شديدا ووجود مشاكل في الحياة الأسرية. أما إذا رأيت أنك تقتل نفسك، هذا يدل على أن التوبة والرجوع إلى الله. أما إذا رأى شخص أنه بيقتل شخص لا يعرفه، ذلك يدل على الانتصار على الأعداء. أما إذا رأيت شخص تعرفه هو الذي يقتلك في المنام، فاعلم أن هذا الشخص يكن لك كراهية وبغضاء شديدة جدا، وأنه يريد أن يؤذيك. أما إذا رأت البنت العزباء شخص تعرفه في المنام يقتلها، فهذا يدل على زواج من هذا الشخص، أو أن هذا الشخص سيقدم لها المساعدة والمعونة في حياتها. يا رب نكون فدناكم في التفسير النهاردة بإذن الله. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مننا كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.